ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا نعمل حاجة مختلفة. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل عصير رمان. حد فيكم قبل كده جرب يعمل عصير رمان؟ اكيد في ناس عملت. انا هنا معايا حوالي كيلو رمان فرطته بالشكل ده. يعني ايه، بما ان احنا مش بناكل الرمان كده بسرعة، يعني ممكن الكيلو لو قعد معايا اسبوع هيبوظ. فنعمل ايه؟ فاحنا بناكل مثلا 2 3 والباقي بنعمله عصير. لما بيتشرب عصير بيبقى طعمه خطير خطير خطير. وبيخلط بيتشرب بسرعة، لكن لو سيبناه كده مركون هيبوظ. فيلا بينا نعملهم عصير. هنعمل العصير بتاعنا ازاي؟ خلاطي. هنزل بالرمان كله مرة واحدة. كلنا عارفين ان الرمان من الفاكهة المفيدة جدا جدا جدا، ومفيدة للقلب وحلوة جدا ومفيدة. هنزود مية لحد ما املى الشفشق بتاع الخلاط، او بس هو كده كفاية اهو. هي الازازة نص لتر. بعد كده هحط سكر. يفضل ما تحطيش سكر كتير، يعني هو حلاوته يبقى بطعم الفاكهة الطبيعية، فما تكتريش سكر. او لو انتوا بتحبوا السكر كتير زودي زي ما انت عايزة، يعني السكر حقه بتاعك انت يرجع لك. يلا بينا نضرب العصير في الخلاط، وهنشوف هنعمل ايه بعد كده في العصير ده. كده احنا ضربنا العصير. فاضل خطوة مهمة وأساسية. ايه هي؟ يلا بينا نشوف. هنبدأ ان احنا نصفي العصير بتاعنا ده. لازم يتصفى كويس قوي، لان بيكون فيه بذر. انا هنا هبدأ اصفي. شايفين البذر؟ شايفين؟ فلازم تصفيه كويس قوي علشان الحاجات دي ما تيجي تشربيه ما تلاقيهاش في بقك. العصير ده سهل قوي وبيتعمل بسرعة جدا جدا جدا. فلو عندك شوية رمان خايفة ان هم يقعدوا معاكي ويبوظوا، قومي دلوقتي بالظبط فرطيهم. بعد ما تفرطيه اديله شطفة كده عشان اكيد اتبهدل من ايديكي، وقومي اخلطيهم كده، اضربيهم في الخلاط مع شوية سكر وشوية مية، وصفيهم بالشكل ده. هيطلع معاكي احلى عصير رمان.
يلا ندوق العصير بتاعنا. وده كان شكل عصير الرمان بتاعنا بعد ما صفيناه. لو انت حابة تصفيه تاني بمصفى رفيعة اكتر صفيه. شايفة لونه احمر ازاي؟ جميل جدا جدا جدا. طعم السكر فيه حلو معقول. طعمه رمان، حلو مش خفيف ومش تقيل. طعمه مظبوط جدا جدا جدا. اي حاجة عندك ما تكسليش وتسيبيها وتقولي هي موجودة وخلاص وهتتاكل. لا، طالما انت عارفة نفسك والله هقدر ان انا الحاجة دي تتاكل، ولا لو سبتها هتبوظ. لا، اقوم اعملها دلوقتي عصير. اي حاجة ممكن تتعمل عصير، اي حاجة، حتى التفاح بيتعمل عصير، حتى الكمثرى بتتعمل عصير، البطيخ بيتعمل عصير. ما تسيبيش حاجة عندك تبوظ. لو انت شايفة نفسك ان انت مش هتعرفي تخلصيها بسرعة، اضربيها عصير. الحاجة لما بتكون عصير بتتشرب بسرعة، بتخلص بسرعة عن اما بتتاكل. فاهماني؟ يا رب العصير بتاعي يكون عجبكم، وتكون طريقته. في حد يعني في ناس كتير ممكن تكون نفسها تعمل العصير الرمان، بس هي ما تعرفش هو بيتعمل ازاي. يعني مش عارفين هل هو بيتضرب بقشره ويتصفى في الاخر، ولا بيتضرب بالقشره البيضه اللي هي من جوه دي، ولا بيتعمل ازاي. ما حد ممكن يكون حد ما جربهوش. تمام. فاحنا دلوقتي الهدف بتاعنا ان احنا نعمل العصير معاكم. ممكن حد يبقى شايفها حاجه سهله قوي بسيطه قوي انت طالعه تعملي عصير رمان. لا، في ناس كتير ممكن ما تكونش عندها الفكره وخايفه ان يبوظ منها، فحرام. بدل ما تجربي ويبوظ ويترمى منك، لا انا وريتهولك بيتعمل ازاي. قومي تشجعي واضربي لك شويه الرمان دول، هاتيلي كيلو جربي فيه. اضربيهم بشويه ميه وشويه سكر وصفيهم وحطيهم في التلاجة. طعمه خطير والله، طعمه جميل جدا جدا جدا. يلا باي باي، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.